السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة العيد الأضحى المجيد نقدم لكم طريقة تحضير الطحان مع مرام بالكفتة اللحم المفروم. نحتاج في المقادير طحان ديال الغنمي، 150 غرام ديال اللحم مفروم ديال الكفتة، بصلة يعني متوسطة ما تكونش كبيرة ما تكون صغيرة، ملعقة كبيرة من المقدونس والقزبر وزيت الزيتون أو الزبدة إلا كانت، ونص ملعقة ديال راس الحانوت، وربع ملعقة ديال الإبزار يعني فلفل أسود، وملعقة فلفل أحمر جاف يعني التحميرة، وربع ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل، وملعقة صغيرة ديال الكمون والملح. للتزيين كنحتاجو الخس والذرة المعلبة. الذرة المعلبة معروفة كما كيعرف الجميع. تنمر الآن لطريقة التحضير. طريقة التحضير سهلة. كنشدو داك الطحان ديال الغنمي وكنقطعوهم مع البصلة الى قطع صغيره، ثم نضيف الملح، الابزار، الكمون، راس الحانوت بابريكا هي التحميره، وسكنجبير، ونخلطوا داكشي مزيان. ومن بعد كنضيفوا الكفته يعني اللحم مفروم، كنطحنوه اللحم مطحون، وكنضيفوا المقدونس والقزبر وكنخلطوا داكشي. من بعد كنفتحوا واحد الشويه في الطحان ديال الغنمي، كنفتحوا واحد الشويه كنمزقوا واحد الشويه، وباش ندخلو ديك سميتو ديك الكفته اللي درنا وداك التوابل، باش كنعمرو بهم داك الطحان. ومن بعد كنغلقوهم كنخيطوهم ولا نديرو داك العود ديال الخشب ولا شي بارتي بحال هكا. من بعد كنشدو داك الطحان كنحطوهم على الورق الالومنيوم. من بعد كنوضعوه في الطنجره وكنضغطو في الماء سخون، كنحطوه في الماء سخون ونضعوه فوق النار لمده 30 دقيقه. من بعد كنكمل ديك 30 دقيقه كنحيدو داك الالومنيوم اللي درنا وكندهنوا الطحان بزيت الزيتون وكندخلوه للفرن ليتحمر. ونضع في التطبيق يعني في التقديم كنضيعوا الخس والذرة المعلبة كما قلنا في السابق، وثم نقطعوا داك الطحان بالكفتة ونقدمه بالهناء والشفاء. أكلة شهية إن شاء الله وبالصحة والراحة. عيدكم مبارك سعيد. أديوس أميغوس أبيانتو أوروفوار.